نافذة بوست في قلب الحدث، وحدث اليوم هو جزيرة تيران. ونحن الآن في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام. سوف نلتقي مع شباب العاملين في مجال السياحة وخاصة في جزيرة تيران. كونوا معنا. ممكن نتعرف بحضرتك؟ مع حضرتك احمد انسان، وشهرتي في شرم الشيخ احمد اليكس. انا ماستر سكوبا دايفر ترينر انستراكتور ومدير مركز غوص في شرم الشيخ. اهلا وسهلا يا فندم. تشرفنا بيك. طيب بصفتك حضرتك في المجال السياحه والغوص والبحر، تمام. ممكن تعرفنا ايه موضوع جزيره تيران؟ والله جزيرة تيران بالنسبة لي أنا هنا، يعني أنا شغال هنا من حوالي 16 سنة. جزيرة تيران دي تعتبر من أقوى المنافذ السياحية اللي موجودة في شرم الشيخ، ده بالنسبة لنا. بس أنا ما بتكلمش على جزيرة، أنا بتكلم على ديستنيشن أو موقع نفسه للغوص. إحنا عندنا أماكن في الغوص تعتبر تاني تسجيل عالمي على مستوى العالم، او يعني ده تاني تسجيل على مستوى يعني جزيره تيران ديت تاني. لا انا ما قلتش على جزيره تيران، انا بقول مواقع الغوص نفسها اللي شرم الشيخ جزيره تيران. ديت الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اكون حزين ليها. لكن بالنسبه للجزيره انا مش فارقه معايا ياخدوا جزيره ما ياخدوش جزيره، بس اهم حاجه يحافظوا لنا على الدايف سايت ومواقع الغوص اللي موجوده، لان فيها شعب مرجانيه علشان اصلا تبدا تنمو بتاخد لها مئات السنين. فاحنا متميزين على مستوى العالم باماكن غوص عالميه زي جاكسون ريف وزي جوردن ريف. سيبك من حطام السفينه اللي موجود فيه والريكي والناس اللي بتيجي تتفرج عليه، انا بتكلم ان هو المزار السياحي للغوص. انا كجزيره تيران بالنسبه ان هي تبع مصر او السعوديه، انا ده موضوع انا مش عبدت فيه، انا مش راجل سياسي. بصفتك شاب، تمام. يعني ايه موضوع جزيره تيران وايه الموضوع؟ بص حضرتك، او اللي تعرفه انت. اللي انا اعرفه ان جزيره تيران من 1902 اصلا ما كانش في حاجه اسمها سعوديه، كان في حاجه اسمها شبه الجزيره العربيه. لما جه حضرتك 1936 بداوا يقسموا الجزر ويقسموا شبه الجزيره العربيه، فمنطقه السعوديه بدات تاخد الجنب الجنوبي، فاصبح ليها جزيره سنافير وجزيره تيران تنضم للسعوديه مش لجمهوريه مصر العربيه. بس لما جينا احنا في 1948 وفي 1956 العدوان الثلاثي، اصبحت الاماكن دي مهدده لان اسرائيل كان طرف اساسي في الحرب، فاصبحت مهدده للاماكن دي، والسعوديه في الايام دي ما كانتش تقدر ان هي تحمي الاماكن دي، فهي هبت لنا المكان وعطته لنا عشان سببين. رقم واحد ان هي مش هتقدر تحميها، وجمهوريه مصر العربيه اللي هتقدر، اللي موجود عندها السلاح وعندها الجند القوي. رقم اتنين ان هي هتقدر ان هي تديها لك عشان تقدر تساعد ان هي يكون في انتصار من خلال الموضوع، لان هي قريبه قوي من ميناء إيلاء، قريبه قوي من ميناء إيلاء. تمام. لما جيت حضرتك عديت 1948 و1956 دخل النصر في 1973، محدش بت في الموضوع ان احنا نسترد الجزر تاني او لا. في قانون دولي عالمي بيحكمه العالم بيقول لك ايه؟ بيقول لك طالما ما تصارش الموضوع دوت ووصل للولايات المتحده الامريكيه ان الجزيرتين دولت محتاجه السعوديه ان هي تردهم، وعدى على الموضوع ده 50 سنه، فده بالايام دي وبالسنين ديت بنقول ان احنا الجزيره دي تعتبر لجمهوريه مصر العربيه بحكم الملكيه. فده اللي انا عارفه كله. فان هو الراجل يرد جزيره او ما يردش جزيره انا ما بتكلمش على كده، انا بقول لحضرتك المهم بالنسبه لي حاجتين: الشعب المرجانيه والكائنات البحريه اللي موجوده في المكان ده. موضوع الجزيره والله هي الفرق ما بينها وما بين الجزيره حوالي مثلا ممكن نقول كيلو ونص او 2 كيلو، بس هي بعيده عن الجزيره. ايوه طبعا، وقريبه من الشط بتاعنا اللي هو اماكن عندنا السياحيه اللي هي فيها الفنادق وكده. فانا خايف ان هم يضروا بالشعب المرجانيه اللي موجوده هناك، وانا خايف ومرعوب ان انا ما اقدرش بعد كده اغطس في اماكن انا بغطس فيها من 16 سنه واتجزت على مستوى العالم كله بيجي لي عشانها. لكن لو يحاولوا ان هم ياخدوا الجزيره ويسيبوا الاماكن دي مش مشكله، مفيش مشكله بالنسبه للشباب. لكن بالنسبه للشباب اللي طالع بيفكر في جزيره تيران او سنافير، حضرتك عندي حوالي 70% من الغطاسين في شرم الشيخ ما نزلوش اصلا على الجزيره دي ولا يعرفوها، لان عليها حاجه اسمها اليو ان او اليونايتد نيشنز او اللي هم قوات حفظ السلام طبعا معاهده كامب ديفيد الناس كلها عارفاها. فممنوع اصلا ان حد ينزل على الجزيره، فاحنا ما بننزلوهاش، احنا مش محتاجينها في حاجه.
بس هي مزار سياحي بالنسبه لي، مش للنزول، للمواقع الغوص اللي موجوده قدام الجزيره. وانا بكرر الكلام ده ثالث مره، فرق ما بينها وبين الجزيره حوالي كيلو ونص او 2 كيلو ونص.